السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة واحسن حال. دلوقتي يا جماعة هنعمل مع بعض البامية. هنعمل طاجن البامية النهاردة. يلا نشوف هنعمل ايه. دي البامية هي طازة. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. نزلنا بمعلقة سمنة هي يا جماعة، معلقة كبيرة حلوة كده، وهننزل عليها بالبامية على طول. نزلنا بالبامية هي يا جماعة، نشوحها كويس اوي مع بعض. يعني مش مسلوقة ولا اي حاجة خالص، هي نية كده. ونشوحها كويس بقى ونشوف هنعمل ايه. واصلين التشويحة اهو يا جماعة، وبقلبها بالحلة كده، عمال اقلب فيها بالحلة اهي. ننزل عليها بقى بايه؟ ببصلتين متقطعين اهو. نقلبها كويس قوي. ومعايا توم متقطع اهو. الله على الريحة، الله الله. شوحها كويس، وبنشوح اهو برضه يا جماعة. وننزل يا جماعة بقى بالطماطم المبشورة اهي. وقطعت دلوقتي فلفل احمر كمان وحطيته عليها اهي اهي يا جماعة. بنسيبها بقى تفضل في بعضها كده. احط لها بقى معلقة سكر مع معلقة صغيرة فلفل اسود مع نص معلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة. ولسه في كمان الشطة دي هنحطها عليها بس في الطاجن بقى. اهي يا جماعة بتسبك في بعضها كويس اهي. وحطيت كمان مكعبين مرقة دجاج عليها، والريحة ما شاء الله، لان التوابل اللي انا حطاها لسه مجروشة طازة. فمخليها ريحتها حلوة قوي. وكان عندي هنا يا جماعة ليا حطيتها فيها اهي. ونزلنا بالشطة يا جماعة عليها اهي على البامية اهي. وهنصبها في الطاجن بقى وندخلها الفرن. جبت كمان يا جماعة شوية بابريكا حطيتهم عليها اهي، وهنصبها بقى في الطاجن. ادي شكل الطاجن يا جماعة. ودلوقتي هغطيها بورق الفويل بقى وادخله الفرن اهو. شكله النهائي اهو. قبل ما يدخل الفرن هغطيه بقى بورق الفويل وادخله الفرن. حطيت الطاجن يا جماعة ورق الفويل اهو. هدخله الفرن بقى واسيبه بقى على الهادي كده تستوي ببعضها كده
وبعدين نرجع نشوف شكله ان شاء الله بعد ما ايه، ما يخرج من الفرن. دلوقتي يا جماعه هنشوف الطاجن بقى وهو بنطلعه من الفرن اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه شكل الطاجن عامل ازاي في الفرن؟ يا رب يعجبكم يا حبايبي. ولما اخرجه من الفرن هوريهولكم كده. اهو الطاجن بعد ما خرج من الفرن يا جماعه، هو البرام كده بيفضل يغلي بعد ما يخرج من الفرن بفتره كده على ما يبطل. اهو اهو يا جماعه، يا رب يعجبكم واشوف وشكم بخير ومع الف سلامه.